السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل الرقاق بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان هيبقى مختلف عن الرقاق التقليدي اللي بنعمله في الصينية. بصوا ده الرقاق اللي احنا عملناه مع بعض، بصوا بيبقى عامل ازاي. انا كمان ببقى حاطاه، بصوا لو تلاحظوا بحطه في الفريزر وطلعه لو هنشتغل بيه على طول. شوربة زي ما بنحط دايما مع الرقاق، دي شوربة سخنة العصاج، وسمنه، دي سمنه على زيت. ولو انتوا حابين بقى تحطوا فلفل حامي، بشر جبنه رومي، زي ما انتوا حابين. هنعمل ايه؟ هو سهل وبسيط جدا. هنجيب الرقاق كاننا بنعمل الرقاق اللي في الصينيه عادي جدا، بنحطه على طول كده في الشوربه. شوربه طبعا بتكون شوربه دسمه شويه، شوربه لحمه طبعا، لو احنا في العيد فراخ بط، اي شوربه انتوا بتحبوه حطوا هنا كده. هنيجي بس في الصاج اللي احنا هنشتغل فيه، نعمله هنا النهارده في الصاج. فهحط فيه كده في الاول معلقتين من السمنه. على فكره هيعجبكم جدا ان شاء الله، وهتجربوه كده وهيعجبكم وهتعملوه بالشكل ده على طول. وهنوزع بقى كده السمنه على طول قبل ما نشتغل، نكون مجهزين بقى الصاج اللي هنشتغل فيه، صينيه الفرن، اي حاجه. خلاص هاخد بقى هنا، انا حطيت الرقاق خلاص في الشوربه، هاخد كده جزء من السمنه واحاول بس كده امسحه على الرقاق والعصاج. على فكره هيعجبكم جدا وسهل وبسيط، واللي ما بتنجحش معاه صينيه الرقاق بالشكل ده بتنجح وبتبقى هايله. هاخد بقى شويه من الجبنه الرومي، لو انتوا حابين موتزاريلا زي ما انتوا حابين. الفلفل ده فلفل حامي بس نخلي بالنا. برضو حته كده من العصاج. ولو في اطفال طبعا مش هنكتر خالص من الفلفل. وهنعمله بقى ايه زي الرول، بصوا كده اهو. وهحطه بقى هنا كده ايه في الصاج. انا هحطه طبعا في الصاج النهارده واحاول املى الصاج كله. هجيب بقى اللي بعدها وبنفس الطريقه. شوفوا الرقاق عشان احنا عملناه مع بعض، لسه عاملينه في العيد وعملناه مع بعض اكتر من مره. بصوا هايل بصراحه. هنحط برضو السمنه والعصاج والجبنه الرومي، الفلفل الحامي كده كله. بصوا حسب ما بتحبوا الطريقه اللي انتوا عايزين تعملوا بيها او الحشوات بتاعتكم حطوها. بس بنحاول نتني حته من هنا ومن هنا كده علشان ما يفكش معانا في الفرن. هو مش هيفك ان شاء الله اهو. ونحطه جنب التاني كده كمان واحده. طبعا الشوربه احنا حاليا في الصيف فبتفضل شويه ايه سخنه، لكن لو انتوا حابينها بقى طبعا لو احنا في الشتاء وهنعمل صينيه الرقاق، اي صينيه رقاق بقى عايزين نعملها دايما لازم الشوربه تكون عندنا سخنه اهي. الفلفل برضو كده نحاول نوزعه، والجبنه الرومي هنتني طرف من هنا وطرف من هنا بسيط خالص اهي. هامله بقى انا كل الصاج. بنعمل ايه؟ بس انا هامله الصاج كله اهي. لازم نشرب حلو كده السمنه، بصوا عشان بتدي كمان قرمشه وبتديله طعم حلو جدا. هكمل انا بقى الكميه بتاعتنا. بصوا بقى عملنا كل الوحدات اللي احنا حابينها، بتفضل زي ما هي. بالعكس انتوا بتمسكوا اللي بياخد واحده وبيمسكها ما بتتبهدلش معاه، عكس اللي هي صينيه الرقاق بقى التقليديه بتاعتنا. انا هعمل فيها ايه؟ المفروض بقى نحط لها كده شويه من السمنه، دي بقى بتديها بصراحه طعم حكايه. لا نحط لها كده، بصوا نحط لها حبه حلوين يعني. لو اي حد ما بيعرفش يخش بقى يعمل صينيه الرقاق وبتبقى متعبه بالنسبه له، برغم ان هي بتبقى سهله بصراحه، بس دي منتهى الروعه وطعمها كمان بيبقى حلو ومميز جدا. وانتوا بقى لو حابين بالطريقه دي تحشوها بقى اي حاجه عندكم هتبقى حلوه برضه. وممكن كمان نحشيها جبنه، يعني ممكن تبقى مجموعه جبن كده نحطها بقى في الفرن. درجه الحراره بتاعه الفرن بتبقى 200 250 درجه. ليه عايزاها تبقى مش قليله؟ عايزه درجه الحراره تكون عاليه شويه علشان ده زي الفطير يبقى طالع كله من فوق ومن تحت كريسبي ومن جوه يبقى طري. نحطها في الفرن 200 درجه. الفرن اول ما بنسخنه شويه وبنشوفه على طول، اول ما بنحس ان هي اتحمرت من فوق كده بنطلعها. هوريها لكم برده ان شاء الله لما نطلعها مع بعض.
بصوا بقى لما طلعناها من الفرن جميله جدا. دي التحميره اللي انا طلعتها بيها. لو انتوا حابين بقى تزودوا عليها النار شويه هتبقى حلوه، بس انا زي ما انتوا شايفين بصوا طالعه هشه وحلوه جدا. ممكن بقى نعمل فيها ايه؟ اول ما تطلع نديها بس كده حاجه بسيطه خالص سمنه، يعني بتاخد وش تاني نلمعها بيها كده. بصوا حاجه بسيطه خالص من السمنه كده تديها لمعه حلوه وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو. احنا طبعا حاطين لها سمنه حلوه واحنا بنعملها، بس احنا حاطين حاجه بسيطه خالص. بصوا بقى عامله ازاي. هطلع لكم برده كده منها. بصوا بقى ايه، بصوا طالعه حلوه حتى. بصوا لما بنشيلها لا لازقه ولا اي حاجه. هنحطها بقى في طبق كده. بصوا اهي منتهى الروعه. هوريها لكم برده كمان من جوه. على فكره كمان بتبقى فيها تحميره حلوه جدا. بصوا من قدام من فوق حلو قوي. بص حتى النقطه بتاعت الجبنه اللي هي يعني ايه. بصوا حلوه كاننا عاملين بالظبط صينيه رقاق عاديه، بس احنا عملناها زي الرول كده، سهله وبسيطه جدا وفي نفس الوقت بتبقى كمان مقرمشه من بره ومن جوه. جربوها ان شاء الله. حلوه قوي اهي اهي حلوه قوي هتعجبكم وطعمها كمان جميل ومميز. طريقه الرول دي كمان بتزيدها تحمير وبتدي شكل حلو جدا. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.